ما تطلع هنا يا باشا انا والله العظيم ما اعرف اي حاجه يا باشا انا. الورقه دي لقيناها على الكومودينو في اوضه النوم جوه، مكتوب فيها طول عمرك خاين يالا يا عربي، ما هو اللي يبيع عياله ومراته وبلده مش هيغلى عليه صاحبه. البس يا صاحبي يا بتاع اسرائيل يا معفن. ايه ده يا عربي؟ يخرب بيتك يا كده تبقى وضحت يا باشا، كده تبقى وضحت. طالما ادم ساب لي الجواب كده يبقى اكيد هرب والله يا باشا. اسرائيل يا باشا. انت وادم بتكتبوا بعض جوابات ولا ايه؟ انتوا لسه فتره خطوبه؟ لا والله يا باشا، ده ادم شكله كده بيهزر. ما انت بقول لك ايه يا عرب، بقول لك يا حبيبي، بص لي بص لي. ما تبص يالا. بص لك يا باشا. بقول لك ايه يا حبيب قلبي، انا استريحت لك والله، استريحت لك وحبيتك على فكره. بس قول لي بقى يا عربي، ايه موضوع اسرائيل ده؟ ايه موضوع اسرائيل؟ مش اسرائيل يا باشا، ده ادم. يعني انت جاسوس يا عربي؟ يا باشا لا جاسوس. جاسوس يا باشا. ما تثبت يالا، اثبت يا باشا ادم بيهزر، انا كنت جاي ابلغ عنه عشان كده رامي بيهزر. وقارب، انا ذنبي بيهزر يا حبيب قلبي والله بيهزر. يا نادر، هات لنا بالعربي انجليزي فرنساوي دوت علشان يشوف الهزار اللي على حق عندنا. بيتك يا ادم. يلا